السلام عليكم أصدقائي، معكم عواطف من قناة حكاية عطوفة. اليوم غادي نحكي لكم قصة فيها بزاف ديال الدروس والعبر. قصة كتورينا كيفاش الحياة كتكون معقدة وكيفاش الإنسان خصو يكون قوي وما يستسلمش حتى في أصعب الظروف. هاد القصة كتحكي عن الحب والخيانة والقرار والحرية. قصة كتعلمنا باش نخليو ريوسنا نعيشو الحياة اللي بغيناها بلا خوف وبلا قيود. وإلا كنتي كتعيش حالة صعيبة أولا كتفكر تخدم على راسك وتخرج من شي علاقة مؤلمة، هاد القصة غادي تعطيك الدفعة للأمام وتشجعك باش تحارب على سعادتك وكرامتك. خليكم معايا حتى نهاية القصة وغادي نشارك معكم كل تفاصيلها باش تلقاو فيها شي حاجة تقويكم وتلهمكم. أنا رانيا، كانت حياتي هانية وهادئة حتى لواحد النهار. كان نهار الجمعة، مشيت كيف العادة للسوبر ماركت حيت مولفة كل جمعة من الأسبوع كنمشي نتقدى. ايوا هي هاديك، كنت واقفة في الصف كنتسنى نوبتي باش نخلص، حتى سمعت واحد الصوت من مورايا كيعيط عليا. رانيا، درت نشوف شكون، لقيت راجل واقف كيشوف فيا. هو يقول لي انا كريم. جاوبت وانا مصدومة. اسمح لي ولكن قالها بواحد الثقة. كريم حبيبك الاول. بديت كندور في عينيا ونشوف واش شي حد سمعو، حيت انا مزوجه وكل شي كيعرفني في هاد الحومه. بقيت كنحقق فيه مزيان بنظره مطوله حتى تفكرته. عقلت عليك، ولكن هادي شحال؟ راه اكثر بشي 20 عام. قال لي هو كيشوف فيا ابتسامه فيها شويه د الحنين. ما تبدلتيش رانيا، باقيه زوينه كيف ما كنتي فاش كان عمرك 16 عام. ضحكت شويه على هضرته الزوين وقلت ليه اش من 16 عام، هذاك شي داز عليه شي قرن. وبصراحه ما كنتفكرش اننا كنا حبيبين ولا غير شي مره شدينا يدينا والسلام. جاوبني بنظره كلها جديه. حتى لو كان غير هاد الشي انا عمري نسيتك. كنشوف الخاتم في يديك. ولكن ماشي مشكل، ها رقمي، ما بغيت منك والو، غير نتلاقاو ونشربوا شي قهوه ونتفكروا شويه ديال الذكريات. ما تقوليش ليا لا، راه انت اللي خليتيني بواحد الطريقه قاسيه وخاصك تكفر على ذنبك. ضحكت حيت كنت ديما كنشوف فيه غير داك الانسان الظريف الضحوكي، عنده داك الحس ديال الفكاهه اللي كيبرد القلب. خديت منه الرقم، ولكن بصراحه ما كانت عندي حتى نيه نعيط ليه ورجعت لدارنا. صراحه ما اتصلتش بيه، ولكن السيمانه اللي موراها وفي نفس المكان اللي هو السوبر ماركت الصدفه جمعاتنا لتاني مره. غوت وقال لي اش هاد الصدفه العجيبه. قلت لي وانا متفاجئه اشنو كدير هنايا. جاوبني وهو كيبان فرحان. انا كنسكن في هاد الزنقه، شفتك ما عيطتيش عليا وهادشي علاش كعقوبه ليك غادي نديك معايا نشربوا شي قهوه. ما عرفتش كيفاش ولكن قبلت الدعوه ديالو بزز مني ومشينا جلسنا في واحد القهوه وبدا كيعاود لي على حياته وكيفاش خرج من البلاد وسافر العالم كامل وجمع زباله ديال الفلوس وكون ثروه كبيره بزاف من تجاره الخشب. ومن بعد مد يدو وشد ليا في يدي وشاف عيني وقال لي رانيا ثقي بيا، راني ما عمري نسيت حبك. جاوبت وانا قلبي كيضرب. انا مزوجه وكنحترم راجلي، احنا بصح ما عندناش وليدات ولكن عايشين بخير وعلى خير. عافاك ما تزيدش. قاطعني وقال لي بكل جرأة تبعيني. شدني ومشينا لطوموبيلته وانا ما قاومتش. مشينا لمدينه الالعاب وركبنا في بزاف ديال اللعاب، ضحكنا بحال شي دراري صغار، بحال رجعنا بالزمن للوراء، زمن ديال المراهقه، بلا هم بلا تفكير. من رجعت للدار كنت ناويه نقول لراجلي كل شيء، ولكن ترددت، خفت يظن انني دخلت في شي علاقه مع كريم. وبقيت الليل كامل كنقلب في الاحداث اللي وقعت لي في هذا النهار وبابتسامه ما بغاتش تفارقني. بديت كنحن الحياه العفويه والضحك بلا قيود. راجلي أسامة كان راجل جدي بزاف، ما كيعرف لا ضحك ولا عفويه، كل شيء عنده مخطط، كل حركه محسوبه، ما كاين لا مفاجآت لا خروقات للقواعد. ومن تما
ولات عندي يوم الجمعة كنتسناه بحال شي بنت صغيرة. كريم كيجي كياخدني مرة كنمشيو نركبو البيكالات ومرة الخيل. كنعيش لحظات ممتعة بحال نسيت راسي، ومن بعد كنرجع لحياتي الروتينية، للفراغ، الدار والسفر أسامة اللي عمره ما كيحبس. ما كنتش كنحس بشي حاجة غلط في هاد الشي، ولكن ما كنتش كنقولها لأسامة. كنت كنحتفظ بهاد السر الصغير البريء ديالي أنا بوحدي. دازت الأسابيع على هاد المنوال، حتى لواحد النهار قال لي راجلي أنه غادي يسافر لأوروبا في مهمة ديال الخدمة، وغادي يطول هاد المرة ماشي فحال ديما. وما نكذبش عليكم، فرحت بزاف، ولكن ماشي حيت غادي نشوف كريم، ولكن حيت وجود أسامة في حياتي كان دايما كيكبسني وكيشدني لتحت. من عرف كريم أن راجلي غادي يسافر قالها بحماس: مزيان، غادي ناخدك لواحد البلاصه زوينه وغندوزو فيها شي يومين ديال الراحه والاستجمام. جاوبت وانا خايفه ومتردده: لا، ما غاديش نمشي معاك، واش حماقيتي؟ نسيتي شنو وضعي؟ انا راه مزوجه. جاوبني هو بهدوء: اوكي لالا، جمعي واحد باليزه صغيره وخليها في الطوموبيل، لربما تبدلي رايك، تكون واجده وما تحتاجيش حتى تدوزي لدارك. وفعلا قبلت، حيت في الأصل ما كانش عندي شي نية نبات معاه ولا نبقى معاه في الليل. شدني ومشينا في الطريق طويل حتى الجبل، حتى وصلنا لواحد لوطيل فاخر مضوي بالضواء بزاف ودايرين بيه شي راديو واعرين كتيري العين والنظر، ولكن ما عجبنيش الحال. تقلقت وغوت عليه: جبتيني للوطيل، واش هذا هو حبك واحترامك ليا؟ قال لي هو كيحاول يهدئني: رانيا تهدني شويه، رانيا راه الموضوع ماشي كيف ما فهمتيه. كنت غدا نطرطق، باغيه نخرج من الطوموبيل من كثره الفقصه والاعصاب. قلبي بدا كيضرب وتخنقت، ولكن في هذه اللحظه بالضبط وقفت قدام باب الاوتيل واحد طوموبيل اخرى، ونزل منها راجلي أسامة. أي أسامة ومعاه مرأة عمرني شفتها في حياتي. حل الكوفر وجبت جوج بوالز ومن بعد عنقها. أي عنقها ودخلوا بجوج لوطيل. داك المشهد بحال شي طرشه جاتني على وجهي. راجلي اللي المفروض يكون في أوروبا واقف هنا مع عشيقة ديالو. أسامة اللي كان دايما باين عليه ممل، بارد، جدي، كيموت بالضحك مع وحده اخرى. بقيت واقفه مسمره في بلاصتي، عقلي ما قادرش يستوعب اللي كيشوفه. بقيت شويه ديال الوقت وانا غير كنشوفه مصدومه، حتى بردت الصدمه وبديت نفهم شنو واقع. دورت وجهي في كريم كنحقق فيه الشوفه وسولته وانا مخنوقه بالبكا: من امتى وانت عارف هاد الشي؟ جاوبني بهدوء، ولكن عينيه كانوا كيقولوا بزاف: الصراحة من نهار شفتك أول مرة في السوبر ماركت قبل شي شهورة، شفتك من بعيد وتبعتك حتى لدارك. كنت كنقلب على أي فرصة مناسبة نهضر معاك. دوست بزاف ديال المرات من حدا دارك، وواحد النهار شفت راجلك مع مرأة، تبعته وعرفت أنه على علاقة معها، وشفتك انتي كيفاش عايشة ونادرا فين كتخرجي، والوقت اللي كيكون فيه هو في الدار كيعاملك ببرود وقساوة. راني انا راه كنبغيك وكان خاصني نوريك الحقيقه، وداكشي علاش طلبت منك تجمعي باليزتك وتهزيها معاك في حاله خديتي قرارك اليوم. سمعته حتى كمل الهضره ديالو كلمه بكلمه، ما بكيتش حيت في الحقيقه عمرني بغيت اسامه، واللي حس في قلبي هو السنين اللي ضيعتهم معاه، سنين من عمري مشات هباء منثورة، مشات في زواج بارد، في حياه خاويه بلا نكهه بلا روح. سولت كريم: واش كيجيو ديما لهاد البلاصه؟ دايما. وكتعرف شحال رقم الغرفه ديالو؟ 1105، بحال كل مره. نزلت من الطوموبيل وطلبت من كريم يبقى يتسناني. طلعت للوطيل ووصلت قدام الباب ودقيت. سمعت صوت أسامة من الداخل كيقول: بلاتي هاني جاي. حل الباب وشافني،
تشمد في بلاصتو. ونقدر نقول لكم شحال بان مسكين، اول مره نشوفه بهاد الحاله، مكسور ذليل وضيع. الراجل اللي كان دايما جبار قاسي ما كيرحمش، ولا قدامي بحال شي ورقه ناشفه طاحت من الريح. شفتو بنظره كلها احتقار وبروده قاتله، وقلت ليه بكل هدوء: هذه هي اخر مره غادي تشوفني فيها، وهذا المشهد غادي يبقى في ذاكرتي ديما، مشهد الخائن الكذاب الغدار والاناني. وما خليت له حتى فرصه يرد، زدت بثبات وبحزم، وطبعا بغيت الطلاق. من رجعت للطوموبيل قلت لكريم: ديني عند اختي. سولني: وانا شنو؟ رديت عليه واثقه: صبرتي عليا 20 عام، ايوا تقدر تصبر شويه حتى نكمل طلاقي. ضحكت ليه وضحكت الايام اللي غادي نقضيها معاه. حرك الطوموبيل وسافرنا بعيد على داك لوطيل، مخلينو مورانا اللي فيها الكذوب والنفاق. وها انا رجعت نختار راسي، نفضت غبار السنين اللي ضاعت، وقررت نبدا حياة جديدة، حياة فيها غير انا اولا، فيها الحب اللي يستاهلني والاحترام اللي كنستحقه. ادتني الايام لفين ما بغات، لكن انا ما بقيتش ديك البنت اللي كتخاف ولا اللي كترضى بالقليل. انا اليوم مرا واعيه حره وقويه. ولا كنتي كتعيشي شي ظلم، شي علاقه كتخنقك، ولا كتحسي براسك ضيعه وسط النزيف والكذوب، فكري في راسك، خليك شجاعه وخرجي من دوامه ما فيها لا حب لا كرامه. الحياة قصيرة بزاف وما تستاهلش نضيعوها مع ناس ما كيستاهلوناش. اعزائي، الا وصلتي حتى لهنا ما تنساش تخلي لي معك واحد اللايك تشجيع لي على المجهود اللي كندير، ما غتخسر والو، وخلي شي تعليق زوين في حالك. شكرا لكم على حسن الاستماع، ونتلاقاو بقصة اخرى ان شاء الله.